السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد نجيب زيادة، أخصائي علاج الجذور والتجميل، وده مركز ناس لطب الأسنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ السلسلة دي احنا بنعملها عشان نجاوب على أسئلة بتتكرر كتير من المرضى بتوعنا. كل يوم الأسئلة دي بتتكرر معانا، وكل يوم بنتسأل تقريبا الأسئلة دي وبتتكرر من المرضى كتير قوي. هناخدهم سؤال سؤال كده، وهنعملها في حلقات متصلة بإذن الله، وكل يوم نجاوب على سؤال أو اتنين. طيب تعالى نبدأ بسؤال في تخصصي الدقيق اللي هو علاج الجذور. دايما بيتسأل لي سؤال: يا دكتور، هو لو الضرس حصل تحتيه خراج خلاص كده لازم يتخلع؟ لا طبعا. الضرس اللي حصل تحتيه خراج مفيش مشاكل، بنحشيه حشو عصب مظبوط وكويس، والدنيا بتبقى زي الفل وبتستقيم، والضرس بيكمل معانا وميحصلش فيه مشاكل. طيب حتى ولو الضرس لو محشي عصب قبل كده وحصل تحتيه خراج، ده معناه ان حشو العصب القديم يا اما ما كانش احسن حاجه، يا اما حشو العصب القديم ده انكشف والبكتيريا دخلت تاني في قنوات العصب وعملت لي مشكله من اول وجديد. ببساطه احنا بنعيد حشو العصب، بنخش نشيل الحشو القديم اللي موجود في القنوات ونرجع نحشيها بشكل مظبوط وننضفها كويس ونحشيها بشكل مظبوط. فوجود خراج تحت الضرس ده مش معناه ان الضرس ده انتهى، حتى لو كان محشي عصب قبل كده ده مش معناه ان الضرس انتهى. لا، دايما ليه علاج، ودايما نحافظ على اللي خلقه ربنا، ده احسن من اي حاجه تانية. دي كانت اول حلقه واول فيديو من السلسله دي، ولو اي حد عنده اي اسئله تانية سيبها لي في الكومنتس وان شاء الله نجاوب عليها. اشوفكم المره الجايه باذن الله في اسئله تانية. سلام.